حد قالك لو جبت شويه زبده سايحه عليهم سكر بني وسكر عادي وهتقلبهم حوالي لحد ما يدوب السكر خالص، وهتجيب بيضايه وعليهم شويه فانيليا وهتقلبهم كده برضو جامد، وهتنزل بيهم على الخليط وتفضل تقلب فيهم لحد ما يدوبوا في بعض جامد، وتنخل عليهم كوبايه دقيق ورشه ملح، عليهم نص معلقه بيكربوناتو من عند العطار، والمره دي هنقلبهم بالراحه كده عادي لحد بس ما لون الدقيق يختفي، وهتنزل عليهم بمعلقتين كاكاو، وهتجيب اي نوع شوكولاته وتقطعه وتحط عليها وهتقلبهم كده، وهتغطي العجينه وهتسيبها في التلاجة 4 ساعات وتستخدمها على طول. بعد ما نطلعها من التلاجة تعملها زي ما انا بعمل كده على شكل كور صغيره، وهتجيب ورقه زبده في اي حاجه بتدخل الفرن وهتدهنها كده شويه زيت، وهتنزل عليها كده بالكور اللي احنا عملناها وشويه شوكولاته كده من اللي احنا قطعناها في الاول، وهندخلها الفرن ربع ساعه بس يكون متسخن من قبلها، وهتطلعها من الفرن وهتسلكها كده وتطلعها وتحطها على اي طبق وتسيبها في الهواء شويه لحد ما تهدى. كده انت عملت احلى واجمل وصفه للكوكيز بالشوكولاته. الطريقه طويله شويه ومرهقه بس طعمها تحفه والله، تستاهل تجربوها، وهتلاقيني سايب لك المقادير في اول كومنت. بس كده